إيماء بنت ربحات 30 مليون في ليلة وحدة، ولكن الثمن بقات كتخلصو حياتها كاملة. تلاقيت مع هاد البنت وعاودات ليا القصة ديالها كاملة، قصة صادمة ومؤلمة. اليوم بغيت نشارك معاكم هاد القصة باش تسمعوها وباش تكون رسالة توعوية لكل بنت أو امرأة. قبل ما تشد هاد الطريق خاص تفكر 1000 مرة. نبداو القصة ديالنا من عند شيماء. شيماء واحد البنت اللي كان العمر ديالها 27 عام، كانت خدامة موظفة عايشة مع العائلة ديالها، كلشي بخير. كانت كل مرة كتجمع شي بركة ديال الفلوس كتمشي كتسافر بهم برا المغرب للدول بحال تركيا، تايلاند، الفلبين، يعني الدول اللي ما كيحتاجوش فيزا وكيكونوا شوية خاص. بالنسبة ليها السفر كان تغيير جو ومغامرة صغيرة من بعد الخدمة. وهاد شيماء كانت عندها واحد صاحبتها في الخليج. هاد صاحبتها ديما كتقول ليها كتسافري يجي عندي شي مرة دوزي معايا العطلة، جي عندي جي عندي جي عندي. واحد النهار جمعات شيماء شي بركة وقالت خاسها والو، اجي نمشي نزورها ومنها نيت ندور. مشات صاحبتها استقبلتها مزيان، فرحت بها. صاحبتها كانت خدامة في واحد الفندق، ولكن مع الوقت شيماء بدات كتكتشف باللي صاحبتها ماشي غير خدامة في الفندق، عندها حتى خدمة أخرى كديرها مرة مرة باش تزيد الدخل ديالها. ومن هنا بدات صاحبتها تتحاول تقنعها، خصوصا أن شيماء كانت بنت زوينة وعندها حضور. قالت ليها بلي ممكن ديري غير خدمة بسيطة وتربحي بفلوس كتيرة في مدة قصيرة وانتي ما خاسرة والو. نهار قالت لها صاحبتها واش ممكن اليوم تخرجي معايا نمشيو نتلاقاو بواحد السيد خليجي نتعشاو معاه. شيماء يعني عادي، ما كان في بالها حتى شي حاجة، قالت عادي نخرجو نبدلو الجو. فعلا شيماء خرجوا، ومن تما بدات كتكتشف عالم آخر. الطوموبيلة اللي صيفط لهم السيد جديهم كانت طوموبيلة خيالية فخمة، عمرها تخيلات أنها تركب فيها. مشاو لمطعم فاخر بزاف، كلشي فيه خيالي، الأكل، الخدمات، الجو. فهاد اللحظة شيماء حست براسها دخلت لعالم آخر، عالم ديال الناس اللي عندهم فلوس والعيشة ديال الرفاهية. من بعد داك العشاء رجعوا للدار يعني عادي، كلشي الأمور كانت عادية. شيماء كانت مصدومة من داك العالم اللي شافت، من ديك الفخامة اللي عاشتو في داك العشاء. من بعد شوية جات عندها صاحبتها وقالت لها واحد الحاجة اللي ما عمرها شيماء كانت متوقعاها. قالت لها داك الراجل اللي كنا معاه اليوم عجبتيه وباغيك دوزي معاه ليلة وحدة وهو مستعد يعطيك 30 مليون. شيماء تصدمات في البداية حيت هاد الشي ما كانش في بالها نهائيا أو كانت كتفكر فيه، ولكن صاحبتها بقات كتضغط عليها وتقنع فيها. قالت لها شوفي 30 مليون في ليلة وحدة أنا كون عطاها ليا حتى في شهر راني نبقى معاه، يعني راه ليلة دغيا وكدوز وبزاف ديال البنات راه كيتمناو بحال هاد الفرصة. وزيد عليها راه ممكن يشريلك حوايج ويعطيك فلوس أكتر، ويقدر يتهلا فيك أكتر وتقدري تجمعي فلوس يعني كتيرة ديري بيها الدار ديالك. المهم طمعاتها بشكل كبير، واخا هكاك يعني بقات مخلوعة. كيفاش يعني 30 مليون في ليلة وحدة، وشكون هاد الشخص زعما اللي غادي يعطي على قبل البنت يعني 30 مليون في ليلة؟ هادشي كامل يعني ما خلاهاش تنعس الليل كامل وهي كتفكر واش تقبل واش ترفض. هي محتاجة للفلوس، ولكن علاش بالضبط 30 مليون في ليلة؟ يعني ممكن يدفع قل يعني، وممكن يعني هادشي كيبقى علاش ما فهماتش. ولكن كانت محتاجة الفلوس والطمع في الغد ليه يعني قبلات، وقالت لصاحبتها راني موافقة. دازو شي يومين ومن بعد داك السيد صيفط ليها الشيفور، خداها لواحد المول كبير، خلاها تشري قاع داكشي اللي بغات، حوايج صباط كلشي شراتو.
من بعد خداها حتى للكوافور باش تهيئ راسها و دير حمام، سبا، أي حاجة بغاتها دارتها، وكلشي كان كيخلصو الشيفور. الغريب في الأمر هو أن داك السيد ما تواصلش معاها، وحتى صاحبتها ما عطاتهاش النمرة ديالو، قالت ليها هاد السيد يعني شخص معروف وهو باغي داك الشي يدوز في ديك السرية التامة، يعني ديك الليلة والله يعاون الله يعاون، يعني مكاينلاش غادي يبغي أن شي شخص يبقى عندو النمرة ديالو. من بعد خدا الشيفور لواحد الفيلا كبيرة، هي ما فهماتش واش فيلا واش قصر، جا داك الشي في شكل دوك الفيلات اللي كيكونوا على البحر، جاها في شكل. من تما حطها الشيفور، استقبلها واحد الرجل آخر، كانت متوقعة أنها غادي تدخل الفيلا، ولكن هاد الشخص قال ليها لا، السيد اللي غادي جيتي عندو راه كاين في واحد اليخت وسط البحر، خاصني ناخدك ليه. استغربات هي واحد شوية، قالت زعما كيفاش يعني، انا جاي زعما لهاد الفيلا وهو ما يستقبلنيش واستقبلني يعني الشيفو، هادشي يعني بدا كيبان شوية في شي شكل، وكيفاش يخت زعما واش غنمشي أنا عندو حتى اليخت، علاش اليخت بالضبط؟ يعني هنا بدات كتقول ربما هاد الشخص يعني فهمتي باغي يفرح براسو وشاد اليخت ديالو وباغي يقصّر فيه يزها فيه، المهم ما عندها ما تقول يعني صافي، أنت جيتي ما عندك ما تقول. جات مشات مع داك الشيفور، مشاو لداك البلاج بيفي اللي كان داخل الفيلا، هزها بواحد الزوق وخداها مباشرة لداك اليخت اللي مكانش يعني بعيد، كان كيبان راه كاين لداخل، يعني مشاو ليه. ملي وصلات شايمة لداك اليخت، هنا غادي تلقى مفاجأة، ما لقاتش داك السيد بوحدو اللي كانت لاقاتو في المطعم، لقات هداك الشخص ومعاه جوج أشخاص آخرين وواحد الكلب كبير. هنا شيماء يعني دخلت الحيرة، يعني كنت فاهمة أنها غادي تتلاقى مع شخص واحد وغادي دوز ليلة مع شخص واحد، هنا ولات كتلاقى 3 الأشخاص ووسط يخت، واش هادو غادي زعما يجلسوا معانا شوية ويمشيو، والصدمة كبيرة كانت في الأجواء، يعني كانت واحد الطابلة اللي عامرة بأنواع ديال الشراب و والكوكايين. في ديك اللحظة بدات الخلعة كتشد فيها، وحسات براسها دخلات لواحد العالم اللي كانت متوقعاش نهائيًا، وهنا عرفت بأن الليلة ما غاديش تكون كيف ما تخيلاتها. قبل ما نكملو هاد القصة، يعني إلا كنتي شخص عنده تحفظ لبعض الكلمات فمن الأحسن يعني أنك تحبس هنا، أو إلا كنتي شخص غير بالغ فمن الأحسن أنك تحبس هنا. في الأول استقبلوها عادي، جلسوا بداو كيشربوا، طلبوا منها حتى هي تشرب معاهم، هي جات قالت صافي ماشي مشكل ليلة وحدة، شربات معاهم شوية، ولكن مع الوقت بدا كيتبدل كلشي، كل مرة كتشوف شي واحد فيهم كيقرب ليها أكتر، هادا يلوح يدو من هنا، هادا يلوح يدو من هنا، وهي كتقول أنا جاية مع واحد، يعني كيفاش هادوك 3 كيعاملوني بحال أنني ديالهم كاملين. واحد فيهم قرب ليها بزاف، ومن هنا حاولات هي تبعدو وهو يصافقها. هاد التصافقة بدلت الأمور رأسًا على عقب، حيت من ديك اللحظة الأمور خرجت على السيطرة، الجو تبدل كامل، ومن الضحك تحول كامل لعنف، عنف حقيقي. وديك الممارسة ممارسات سادية من طرف 3 أشخاص، وطلبوا منها أشياء اللي ما عمرها كانت كتخايل أنها ديرها، أنها ديرهم. هي في الأول كانت كتمتنع، من بعد لقات بأن الحل الوحيد هو أنها ديك الليلة تسلكها، حيت كانت كدور في راسها فكرة وحدة، أن صاحبتها باعتها، وأن هاد الأشخاص يعني غالبًا غادي يمارسوا عليها ممارسات سادية كيف ما بغاو، وغادي يلوحوها وسط البحر، وغادي يتهناو منها، وما غادي تشد لا 30 مليون لا حتى شي حاجة، وصاحبتها هي اللي ربما باعتها وخدات الثمن. لدرجة أنهم في واحد اللحظة طلبوا منها أنها تاكل بواز الكلب،
وبزز هاد الشي تحت العنف والضرب بجميع أنواعه. وأيضًا طلبوا منها أنها دير ممارسة مع داك الكلب، هاد الشي كامل كيف ما قلت ليكم تحت عنف قاسي، عنف من 3 أشخاص وتحت الاغتصاب. اللحظة كتشوف غير الموت، هي كانت كتقول صافي هذا هو اليوم الأخير ليا في حياتي، صافي حياتي سالات، اليوم غادي نموت سوا بالعصا سوا ملي غادي يساليو يلوحوني وسط البحر. وبززو عليها أيضًا أنها تشم الكوكايين، هي ملي شمات الكوكايين ولات كتحس بأنها على الأقل شوية كترتفع وكتفقد يعني بعض الأحاسيس اللي كانت صعيبة على الإنسان يديرها وهو ساحي. من بعد ديك الليلة التعيسة شيماء مبقاتش عاقلة بالضبط شنو وقع، حيت الشراب والمخدرات والخوف الذكية ديالها بقاو فيها غير فلاشات متقطعة حتى فاقت بقات راسها فواحد الناموسية فواحد البيت في هداك اليخت، كانت مهلوكة نفسيًا وجسديًا والألم باين عليها. كان في ديك اللحظة التفكير الوحيد اللي في راسها هو يا ربي غير نرجع لدارنا وعند والديا، وهاد الشي ميستعمرش ميكونش أن دوك الأشخاص محتاج زينة ولا شي حاجة ويبقى داك الشي يتعاود. بعد شوية دخل هداك الراجل نفس الشخص اللي وصّلها النهار الأول لليخت، قال ليها غير دوشي وكولي وشربي وارتاحي وشوية غادي نجي باش نديك عند صاحبتك. هنا هاد الحاجة ربما كتبان بسيطة ولكن وسط الألم هاد الجملة بالضبط فرحاتها بزاف، حيت عرفات راسها راه كاين أمل أنها غادي ترجع، غادي تخرج من هاد اليخت اللي طلعت ليه. شيماء مشات للحمام غسلات، المهم بلا ما نعاودو على الحالة ديالها كي كانت، الماكلة راه في هاد الظروف ميمكنش دوزلك. من بعد جا هزها داك الراجل ورجعها للفيلا، ومن تما عاوتاني هزا داك الشيفور اللي جابها النهار الأول ردها لدار صاحبتها وعطاها فلوس اللي كانوا اتفقوا عليهم 30,000 دولار، عطاها ليها كاش ومن بعد مشى بحالو. ودوك 3 الرجال اللي كانت معاهم معاوداتش شافتهم لا في اليخت لا في نواحي الفيلا، حيت الفيلا أصلا مدخلاتش ليها هي من النهار الأول فاش جات. ملي دخلت لدار صاحبتها بقات ساكتة شوية ولكن شوية تفجر فيها الغضب، وبدات كتعاير فيها وتخاسم عليها حيت حاسة بأنها هي اللي باعتها ليهم. ولكن صاحبتها بقات في الإنكار ماشي أنا، وأنا ما كنتش عارفة، وأنا راكم عارفين هي بطبيعة الحال غادي تنكر وغدافع على راسها. من بعد شيماء قالت لها يلاه نمشيو عند البوليس. هنا صاحبتها بدات كضحك وقالت لها راه إلا مشيتي عند البوليس انت أول شخص اللي غادي يتشد في الحبس، غتشدي بتهمة الدعارة. وهنا شيماء بدات كتفكر وبقات بأن فكرة ديال صاحبتها راه واخا هكاكا فكرة صحيح، هي شدات الفلوس ومشات برجليها، وزيد عليها دوك الناس اللي مشات عندهم ربما الناس واصلين ويقدر يكون عندهم وسطاء اللي ممكن أنها ملي تشد ديكلاي بيهم تلقى راسها غير بوحدها اللي في الحبس وتزيد تكحلها على راسها كتر. فأحسن حاجة ديرها هي ترجع عند والديها، ترجع لبلادها. من بعد داكشي كامل شيماء بعد أيام قليلة، حيت كانت كارهة صاحبتها وكارهة أنها طيح عندها غير الحالة الجسدية ديالها اللي ما كانتش تقدر تخليها تحرك. بعد أيام ما ولات بخير، بخير جسديا شوية ماشي شي حاجة، المهم قدرات تتحرك رجعات للمغرب، ولكن حياتها ما عمرها رجعت كيف كانت، رجعات مهلوكة نفسيا وجسديا، بدات كتعيش مع أمراض نفسية قوية، قلق، كوابيس، خلع بالليل، الخوف اللي ما عمرو بغا يمشي. الفلوس اللي عطاوها ديك 30 مليون ما بقاوش بزاف،
في مدة قصيرة تصافوا ما بين علاج نفسي، أطباء وبنادم راكم عارفين بلي كيكون مريض نفسيًا كيبقى غير يخسر يبحث على السعادة، يعني يبحث على السعادة وسط الحوايج، يبحث على السعادة وسط الأكل، كيبقى لدرجة غيخسر دوك الفلوس بسرعة، يعني خسر هادوك الفلوس بسرعة خيالية اللي مكانتش هي متوقعاها، في ظرف 6 شهور قدرات تكمّل دوك الفلوس كاملين كملوا. واش كيبقى لك؟ المرض النفسي والجروح الجسدية. حتى اليوم شيماء مازال كتعيش دوك الكوابيس كترجع ليها وما قدراتش ترجع لحياتها الطبيعية، فقدات الشغف في الحياة من ديك الليلة. أكتر حاجة كيألمها هو أن داك القرار خداتو براسها ومشات برجليها بلا ما تفكر ولو شوية. اللي نبغي نقول هذه رسالة لأي بنت أو أي مرأة ما تصحابش بأن الفلوس كيتعطاو بالساهل، أي واحد يجي يعطيك فلوس بالساهل، مكاينش فلوس بالساهل، فلوس غادي تدفع الثمن ديالهم، يا إما بالخدمة ديالك يا إما غادي تدفع تمن نفسي، وأسوأ شي هو أنك تدفع تمن بالنفسية ديالك، حيت النفسية إلا تحطمات ما عمرها غادي ترجع، غتبقى ديما واحد الشخص اللي محطم نفسيًا.